بقى يا بنات النهارده كده تقولوا لي رأيكم في الكلام اللي انا هقوله، هل كلامي صح ولا غلط؟ ايوه، احنا الستات اللي بنقوم في عز ما بتكون حرارتنا 40 بنقوم وبنعمل اللي ورانا وبنشوف اللي ورانا عشان مفيش حاجة تتكركب حوالين مننا. ايوه، احنا الستات لما بنبقى تعبانين وبنبقى جسمنا مكسر وبنبقى كل حاجة حوالينا فوق دماغنا حتى واحنا تعبانين. تعالوا بقى النهارده اقول لكم هنعمل ايه في يومنا. حتى لو مطبخك مكركب او بتدخلي عند اي حد بتلاقي مطبخه مش نضيف ومكركب، تعالي اقولك حلول وهنحلها مع بعض وهنقول اسرار وهنقول كل حاجه النهارده في الفيديو دوت. رغم ان انا تعبانه ورغم ان انا مش قادره، بس قلت انزل لكم الفيديو دوت عشان تتشجعوا معايا. مساءكم فل، مساءكم نور وسرور، مساءكم طاقة إيجابية، مساءكم جمال، مساءكم عسل يا حبايب القلب. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. جيت لكم النهاردة في فيديو جديد، روتين جديد، تنظيف عميق للمطبخ عشان تتشجعوا معايا. تعالوا بقى أقول لكم عملت ايه النهاردة. بس أول ما نبتدي الفيديو بتاعنا حابة أشكر اخواتي وحبايب قلبي اللي موجودين واللي شرفوني في قناة جديد، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تنسوش تحطوا لاختكم اللايك والكومنت اللي بيشجعني، وتشتركوا في القناه لو حبيتوني ويعني ايه استفدتوا مني لو بحاجه بسيطه. ما تزعلوش من صوتي رايح في داهيه خالص. انا على قد ما يعني على قد ما اقدر قعدت اشرب حاجات سخنه عشان خاطر اعرف اسجل لكم الفيديو. والله انا تعبانه جدا. ادعوا لي في الكومنتات ان ربنا يشفيني انا وولادي، دور بجد متعب قوي. خلي بالكم على اولادكم يا بنات، حاولوا على قد ما تقدروا احموا ولادكم، ما تنزلوش المدرسه وولادكم تعبانين، لان لو هو يوم واحد هيفرق معاكم. شربوهم سوائل كتير فيه لو عندهم برد عشان ما يلقطوش من حد او حد يلقط منهم. فالوقايه خير من العلاج يا بنات. فحاولوا على قد ما تقدروا كده تحافظوا على اولادكم اليومين دول، لان بجد الجو فيه فيروس صعب جدا. اللهم احفظنا واحفظ اولادكم واولادنا يا رب العالمين، ويا رب يخليهم لنا كده ويحفظهم. الروتين ده روتين مسائي. انا اول كده ما صحيت من النوم ما كانش ليا نفس خالص للفطار، ولا الاولاد كان لهم نفس للاكل. اللي هو انتوا عارفين الدور ده سيدة نفسنا، فانا حبيت ان انا اشرب ينسون. عندي آسر ويونس مش بيحبوا خالص السوائل السخنه. بحاول على قد ما اقدر اول ما اقوم من النوم اديلهم معلقه عسل كده على الريق، عشان برضو الكحه اللي عندهم دي. حاولت بقى ان انا النهارده اعمل لهم غدا كده. كان عندي فراخ بانيه، قطعت كده فراخ حمرتها وحمرت كده المكرونه معاها. كان عندي شوربه في التلاجة، رحت كده عملت مكرونه بالشوربه وعملت البابونه كده من البانيه برضو اللي كان عندي، شاورما وبطاطس محمره. وقلت بقى ادخل على المطبخ. عايزه اقول لكم انا يعني دخلت المطبخ ما كنتش حاسه برجلي وانا واقفه. عايزه اقول لكم كنت حاسه ان انا خلاص بقى بنهار وانا واقفه، بس قلت لازم اكمل. عارفين كده تحسوا ان رقبتي وجعاني بجسمي يعني بمفاصل رجليا بكل حاجه. بس مجرد ان انا دخلت المطبخ واستعنت بالله وقلت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، حسيت نفسي ان انا مسكت المطبخ. الحمد لله ربنا قواني، وربنا يقويكم يا رب جميعا يا رب العالمين. اول حاجه كده عملتها يا بنات قلت ايه، انا تعبانه فقررت ان انا اول ما اصحى من النوم ارتب السرير بتاعي. لو هغير الملايات اغيرها، مثلا هكنس الارض بسرعه، اعمل مثلا روتين لغرفه النوم بسرعه. مش شرط ان انا اصور معاكم، طبعا انا تعبانه فبحاول على قد ما اقدر ان انا اخلص اللي ورايا بسرعه عشان ابقى قاعده طول النهار مع الاولاد. لان يونس زي ما انتم شايفين قاعد معايا حتى ودلوقتي على الرخامه جنبي وانا بغسل المواعين. طبعا اولادنا كلهم كده لما بيكونوا تعبانين بيبقوا لازقين فينا. فالمهم قلت ايه، كل حاجة هتطلع مني سواء بقى مواعين سواء اي حاجة لازم اخلصها. الغسيل نفس الكلام برضو، قلت هغسل برضو وانشر، بس انشر لما يونس ينام عشان يونس مش هيسيبني ان انا انشر يعني ايه في حالي. يعني كل شوية يفضل ان انا عايزني اشيله، عايزني امسكه كده. فهتقولوا لي طب ما تاجلي كل ده لغايه ما تخفي. ما هو انا لو اجلت كل دوت ما الحاجه هتتراكم عليا، لكن انا لما بقوم استعين بالله واعمل كل حاجة واحدة بواحدة كده وبالراحة يعني بيتي برضو بحس ان هو نظيف وربنا بيقويني. المهم بقى او يعني قلت اعمل ايه، اعمل المواعين بعد الاكل على طول عشان خاطر ما تتراكمش عليا. هحس بفرق كبير في المطبخ، وهحس برضو على قد ما انا يعني ما كنتش قادرة ان انا اعمل حاجة. بس ايه والله هتشوفوا معايا المطبخ دلوقتي مسكته
الحمد لله يعني خلصت وربنا قواني. يعني المضاد الحيوي اللي انا اخدته امبارح يعني ممكن يكون فوقني بنسبة مثلا 50%، الحمد لله. فشطفت كده المواعين وقلت كده كل حاجة بقى احطها في الرخامة. وبعد بقى ما المواعين كده خلصتها مسحت الرخامات مسحت الحيطان. بقالي فترة كبيرة ما عملتش كده معاكم. مسحت الرخام والحيطان والبوتاجاز. عايزة اقول لكم ان انا كنت غالية لبن وكنت واقفة جنب اللبن، انتوا شايفين اللبن كان ناقص شوية. كنت واقفة جنب اللبن يا دوبك عملت بس لفيت دماغي، كنت يعني بصب اليانسون راح اللبن فور. مسكت بقى البوتاجاز مسحته كده وقلت بقى بعد الغدا ان شاء الله ابقى ابقى امسحه مسحه حلوه وابقى اغسله معاكم. وبرده بعد الغدا يعني بابانا كان عايز قهوه. والله ما لحقت ابص جنبي اجيب بس الفوطه عشان امسك الكنكه يعني اصب القهوه، لقيت القهوه فارت برضه. الرخامات بقى كده مسحتها، والرخامات على طول انا كل يوم بمسحها يا بنات عشان تبقوا عارفين. وكل يوم يعني ايدي فيها دايما بالخل وبالليمون. ولو عندك بريكس، البريكس بصوا بيخلي ريحتها اولا تحفه وبيخليها كده يعني بتلمع لمعان فظيع. فالمهم ما تستغنيش عنه، حلو قوي. وانا دايما بقول في كل فيديوهاتي البريكس تحفه. حتى على الحيطان كده لما مش بدعك يا جماعه بالليفه او اي حاجه، الحيطان وبرغاوي وكده، فالبريكس بيخليني ان انا بصوا يعني مستغنية عن اي حاجة. وهو والله العظيم تحفة، يعني بيخلي الحيطان بتلمع وبيخلي كده الرخامات. طبعا انتوا شايفين الرخامة بتلمع ازاي، اللهم بارك. عايزه اقول لكم كمان الستاره بتاعه المطبخ اللي انا حطاها جوه ديت، حسيت كده ان هي مش الطف حاجه وعايزه تتغسل، شلتها حطيتها كده في كروانه ومسكتها كده على ايدي غسلتها ويا دوبك بس كده. طلعت البلكونه حطيتها هي عشان خفيفه قوي. فالهوا انتوا طبعا عارفين هوا الشتاء وكده، فنشفت على طول مع بال ما كنت خلصت المطبخ ومسحت الرخامات والبوتاجاز ومسحت كل حاجه. هي راحت ناشفه. طبعا انا مش بعرف اركبها يعني في الدولاب يعني في المسمار اللي في الحيطه. فبابانا دخل عملها لي. بصوا حتى القهوه بصوا لقيتوها مكبوبه ازاي. المهم بقى قلت اخد كده البوتاجاز برضو اغسله. واخد بقى عايزه اغير الورق اللي على البوتاجاز ده يا بنات. ومش عايزه اجيب الستيكر ده، وكنت قايل لكم قبل كده ان انا اجيب ستيكر مكتوب عليه اسمي، بس الاوردر يعني اتاخر عليا فلغيته بصراحه. لان كان كمان جايني من القاهره، كله قعد يقول لي يا بنتي يعني هيجيلك شحن القاهره، طب ما تعمليه هنا عند اي حد في اسكندريه. فلو انتوا يعني عارفين حد في اسكندريه بيعمل الورق بتاع البوتاجاز اللي هو بيبقى مكتوب عليه الاسم مثلا اسم القناه او كده، فقولوا لي لو حد يعرف يعني حد بيعمله هنا. طبعا زي ما انتوا شايفين كده عملت البوتاجاز وغسلته. همسك كنت حاسه ان الازاز بتاع البوتاجاز من تحت مش حلو، عايز برضو يتمسح كده. رحت برضو اخده نقطه بريكس على نقطه خل كده على الفوطه ومسحت كده يعني الازاز بتاع البوتاجاز ومسحت البوتاجاز من تحت. هتشوفوا طبعا كل حاجه معايا. تعالوا بقى اقول لكم على حبه نصايح حلوه كده وحبه خطوات لو عملتها في مطبخك هيبقى فل شمعه منوره. ولو وصلتوا معايا لغايه هنا قولوا لي فل شمعه منوره. اول حاجه يا بنات تنظيف الميكرويف. لو عندك ميكرويف، وانا اسفه لو في اي حاجه كده ولا كده، انا مصدقت ان هو فاق مني شويه لان هو بقاله 3 4 ايام مش فايق خالص، مفيش صوت وكان عمال يعيط. فانا مصدقت النهارده ان هو يعني فاق شويه، اللهم لك الحمد. فقاعد بيلعب بره مع بابوه ومع اخوه وانا قاعده بسجل جوه. فدعونا برضو ربنا يشفينا. الميكرويف بقى يا بنات بيتنضف ازاي؟ بتجيبي بوله تكون مخصصه للميكرويف بتحطي فيها ميه وتحطي فيها ليمون وخل وتسيبيها جوه الميكرويف 30 ثانيه كده ولا حاجه. هتلف هتنزل لك كل الزيوت اللي في الميكرويف ومش هتخلي فيه اي حاجه ولا ريحته اي حاجه. من بره بقى بالفوطه الميكرو فايبر جل اللي معايا بتمسحي بقى بنقطه بريكس او بتمسحي بنقطه خل كده، بتخلي الميكرويف فله شمعه منوره. لو عندك اي فرشه اللي هي بتشيل اللي هي الفرشه اللي طالعه جديد دي اللي هي الصغيره ديت، الحوض حوالين الحوض حوالين البوتاجاز حوالين اي حاجه بتبقى فيها دهون كده بسيطه، انت بقى الفرشه دي يعني بتجيب لك يعني اي حاجه مستخبيه كده وبتخليه برضو فله شمعه منوره. الجمع القمامه، بتجمعي القمامه بقى على طول وبترميها، ما بتخليش القمامه عندك يعني موجوده في البيت باليوم وباليومين. طبعا احنا الكلام ده قايلينه قبل كده، بس برضو لاخواتي وحبايب قلبي اللي دخلوا القناه جديد واللي معايا برضو في القناه. بترمي على طول القمامه اول باول. البوتاجاز تمسحيه بعد كل اكله وبعد اي استخدام، بيبقى عليكي يعني ساهل
سهل وسريع في كل يعني اكل، او كل مره تغسليه بتلاقيه نفسك كده ان هو كانك لسه جايباه جديد. تهويه المطبخ يا بنات، الشباك دايما عندي مفتوح في المطبخ، بس قبل ما بنام بفتح ضرفه وبقفل ضرفه، يعني بخلي ضرفه مفتوحه وضرفه مقفوله، بس طول النهار بيفضل الضرفتين المفتوحين بتوع الازاز بتوع الشباك، الازاز والسلك هو اللي مفتوح. اللي هي الصفايه اللي بنحط فيها الكوبايات والحاجات بعد ما بتتصفى، اللي هي فوق في الدولاب دي، بتفتحيها برضو طول الليل عشان لو فيها ريحه كمكمه او اي حاجه بتروح منها. هنا بقى كنت خلصت المطبخ كله ومسحته كده مسحه بسيطه كده. الفيديو بتاعي خلص، اتمنى يكون عجبكم، يكون عند حسن ظنكم. اشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد، ما تنسوش اللايك والكومنت والاشتراك. مع الف سلامه.